يتحدث الحاضر عن نفسه، فتروي مسيرة الأحداث صفحات من بطولات وإنجازات القوات المسلحة المصرية. هكذا فرضت التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية أن تحظى مصر بنقلة نوعية في منظومتها التسليحية وقدراتها القتالية على كافة المحاور الاستراتيجية. هنا في المنطقة الشمالية العسكرية يعلن الحاضر عن وجوده على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية بإنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية. في إطار خطط التطوير الشامل للقوات المسلحة واستنادا لتقدير المخاطر والتهديدات، فقد ارتأت القيادة السياسية ضرورة إنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، بحيث تضم تجمعات قتالية قوية قادرة على تنفيذ كافة المهام، ومن أبرزها قاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة الشمالية، والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر. قاعدة يتمركز بها تجميع قتالي قوي، ويتوفر بها المأوى الحضري وميادين التدريب المجهزة بشكل حديث ومتكامل يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية وما شهدته من تطور متلاحق وكفاءة قتالية. إنجاز عسكري يحق لمصر أن تباهي به بين جيوش العالم بأسره. مئات المنشآت الناهضة في مجال إعداد ورفع كفاءة الفرد المقاتل. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية ببناء قاعدة محمد نجيب العسكرية في تأمين المناطق الحيوية غرب الإسكندرية والساحل الشمالي، ومنها محطة الضبعة النووية، حقول البترول، مدينة العلمين الجديدة، ميناء مرسى الحمراء. كما تشترك قاعدة محمد نجيب العسكرية في تأمين حدودنا الغربية بالتعاون مع قاعدة براني العسكرية. وقد جاءت إعادة تمركز الوحدات العسكرية للمنطقة الشمالية في موقعها الجديد بمنطقة الحمام، وسيلة مثالية للحد من التكدسات المرورية داخل مدينة الإسكندرية. وبسواعد المهندسين العسكريين تم إنشاء 72 ميدانا شملت مجالات التدريب التخصصي، هذا بالإضافة إلى ميادين الرماية لمختلف الأسلحة. وشملت المنشآت الجديدة فوجا لنقل الدبابات الثقيلة، مع إعادة تمركز الفوج من منطقة العامرية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، ليتسع لنحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات، ليكتمل الكيان العسكري في القاعدة مع رفع كفاءة المنشآت وميسات الضباط والصف والجنود. وجاء إنشاء قاعة المؤتمرات متعددة الأغراض، والتي تتسع ل1600 فرد بمثابة نقلة أخرى، بما تحتويه من منشآت علمية وعسكرية وإدارية ملحقة. وفي إطار اهتمامها الرياضي المتعاظم، أنشأت المنطقة الشمالية العسكرية عشرات المنشآت الرياضية، ومنها ملعب كرة قدم أولمبي، وصالة رياضية مغطاة، وناديان للضباط وضباط الصف مزودان بحمامي سباحة.
كما انتهت المنطقة الشمالية من تمهيد الطرق الطولية والعرضية بالقاعدة، وذلك بإجمالي 72 كيلو مترا، مع إنشاء 4 بوابات رئيسية و8 بوابات للوحدات. وحرصا من القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى إيواء المقاتلين، فقد تم رفع كفاءة وتطوير 27 استراحة لكبار الزوار و14 عمارة للضباط، بإجمالي 308 وحدة سكنية تتسع لأكثر من 1460 ضابطا، شاملة أحدث التجهيزات والأثاثات الفندقية، فضلا عن 15 عمارة مثيلة لضباط الصف. منشآت جديدة يزيد من قيمتها استيعابها لضباط التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة، هذا فضلا عن رفع كفاءة وتطوير مبنيين لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد، وتطوير نادي القاعدة الرئيسي على أعلى مقياس عالمي. ومع تعاظم دور قاعدة محمد نجيب العسكرية، فقد اتسعت منشآتها الجديدة لتشمل إنشاء شبكات متطورة للمياه والكهرباء والري والصرف الصحي، مما أدى إلى استصلاح 1600 فدان وزراعتها بالحاصلات الموسمية، وزيادة المساحات الخضراء في نطاق المسؤولية لتغطي 20,000 متر مربع. كما تم الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة تخزينية 2000 متر مكعب، وتجديد ورفع كفاءة 7 محطات صرف صحي. وامتدادا لرفع كفاءة البنية التحتية، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتطوير وتجديد شبكة الكهرباء عبر تركيب 5 محولات كهربائية جديدة بقدرة نصف ميجا وات، فضلا عن تركيب ما يزيد عن 2700 كشاف ليد و50 خلية طاقة شمسية، تمشيا مع سياسة الدولة والقوات المسلحة في ترشيد الاستهلاك الكهربي. تتعدد الإنجازات وتتوالى المنشآت لتشكل ما يزيد عن 1155 منشأة حيوية، وتبقى قاعدة محمد نجيب العسكرية عنوانا للكفاءة القتالية وتجسيدا مثاليا لمعنى العطاء وقيم التضحية والبطولة والفداء.